مساء الخير وحلقة جديدة. لا هتكلم على صفقات ولا هتكلم على أي قرف بين اللي حصل. أنا راجل زملكاوي زملكاوي. من حوالي تقريبا 16 17 سنة وأنا زملكاوي، بشجع الزمالك بدمي. لكن اللي أنا بشايفه في الوقت ده والعك اللي بيحصل دلوقتي ده ما هو إلا إفراط سيطرة الأهلي على الزمالك من جهة الإدارة. يعني انا راجل زملكاوي شايف ان زيارة محمود الخطيب اللي كانت للزمالك من تقريبا سنة ونص ولا سنتين هي السبب في اللي الزمالك فيه. الراجل اللي موجود في الإدارة دلوقتي ده هو كومبارس متكلم لمحمود ممدوح عباس ومحمود الخطيب. تمام. حسين لبيب دلوقتي، يا حسين يا كابتن حسين لبيب يا عم. يا عم انت دلوقتي جبت لنا السنة دي في 3 مديرين فنيين مسكوا الزمالك من امتى؟ من شهر 8 اللي فات في 3 مديرين فنيين مسكوا نادي الزمالك، بداية من جوميز، وبعد كده جروس اللي انت مشيته في شهر 2 اللي فات، وادي بسيرو اللي مكمل معانا لغاية النهاردة ومخرجنا من بطولة الكونفدرالية. هنقول احسنهم هو جوميز، مش بالارقام لكن بالاداء. هنقول احسنهم بالارقام فهو جروس، اسوأهم بالارقام فهو مين؟ فهو اسمه ايه ده؟ بيسيرو. ليه بيسيرو لغايه دلوقتي لعب مع الزمالك بتاع حوالي 12 ماتش ولا 13 ماتش، احنا يا بنخسر يا بنتعادل. انما احنا ما كسبناش غير ماتشين منهم، ماتش الاهلي ما راحوش اصلا. يعني الاهلي راح في ماتش منهم الاهلي ما راحوش، اتحسبت لك مكسب واتحسب لك 3 بونت. ده ما يخصنيش، انا يخصني الاداء. انا ايام جوميز انا كنت بشوف الزمالك بيوصل للمرمى. انا اقول لك يا عم ببساطه، ماتش غزل المحله ولا حاجه، الماتش اللي احنا لعبناه في افريقيا بره وكسبنا 1-0 بحمد ده في عبد الله السعيد وباسيست زيزو. مش فاكر والله من الفرق اللي احنا كسبناها هناك دي، بس كسبنا بدرجه حراره عاليه والساعه 3 اللي في العصر، وكسبنا باداء وكل حاجه كانت موجوده الماتش ده. ده بجوميز. انت لو عرفت لما يفش بقى تحافظ على الراجل ده خلاص هات لي واحد زيه. هات لي مين عندك لعيب مدربين كتير، هات لي مدرب حلو. يا راجل انت لو جبت لي مؤمن سليمان اللي بيدرب الشرطه العراقي هيبقى احسن. جبت له حسام البدري اللي بيدرب الاهلي الطرابلسي احسن. هتجيب له واحد زي باسيرو مالت كروي، الراجل اصلا جاي لك من سلسله يعني حاجات فاشله. هم هناك في البرتغال مسمين احسن مدرب هناك، هم عندهم كذا مدرب. فكان احسن مدرب 2023 و2024 كان مين؟ كان كوارش تقريبا، مش عارف اسمه ايه، اللي كان بيدرب الاهلي ده اللي خسر نهائي الكاس. تمام. ريكاردو سواريش هو ده اللي كان بيدرب الاهلي. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان الزمالك حرب ممنهجة عليه، وخد الأسوأ بقى، ما احنا بقى مش هنقول السيء بس، لا احنا هنقول الأسوأ. مين الأسوأ؟ إن في 2 وهقول لهم لك بالاسم حاليا والله عشان ما بقى ما نخلص بقى. كابتن أحمد سليمان، تمام، ومعاك كمان أستاذ ناير الأحمر. فعايزين مين يمسك النادي ما يمسك الفرقة مكان ما اسمه إيه ده بيسيرو. عايزين ميدو يمسك الفريق. ميدو اللي كان راح درب الإسماعيلي هو مركز 12 نزله مركز 16. نزله مركز 16 من مركز 12. ليه؟ ده عشان بقى خلاص اللي هو انا بقى يعني خلاص بقى، ما خلاص موسم رايح. انا طلعت من افريقيا، ما ده اهم حاجه عند افريقيا اصلا. ده افريقيا دي كانت هتخليك تلعب على بطوله السوبر الافريقي. بطوله السوبر الافريقي انت كده فقدت بطولتين في مباراه واحده، بطولتين فقدتهم في مباراه واحده. اللهم صل على النبي، لا حسد، اللهم لا حسد على الزمالك. بطولتين في مباراه واحده، كونفدرالية، وكمان فقدت السوبر الافريقي في مباراتين اهم. يعني بص على الله. والسنه الجايه انت يا عالم كمان بعد المستوى اللي انت فيه ده ممكن تخش الكونفدرالية السنه الجايه ولا لا؟ ده انت كانت هتشفع لك بس السنه الجايه، كانت هتدخلك كمان كونفدرالية السنه الجايه. انت يا عالم هتخش السنه الجايه كونفدرالية ولا لا؟ يا عالم هتخش افريقيا السنه الجايه ولا لا؟ يا عالم هتبقى اول 5 اصلا في الدوري ولا لا؟ بالمستوى ده. ده انت زيزو مشي من عندك، وكمان حسام عبد المجيد في عرض جاي له من الخليج ب 40 مليون. ماشي، هو كمان من نادي الزمالك. في شوية فشلة ماسكين نادي الزمالك. يا محبين نادي الزمالك، يا كل من موجود في نادي الزمالك، انت شفتوا الزمالك النهارده؟ الشوط التاني الزمالك مش موجود والله، ولا الشوط الاول.
انا بشوف كورتين بيوصلوا للمرمى. الفرقه بتاعت جنوب افريقيا دي الفرقه دي للعلم يعني، الفرقه دي متاسسه 2016. 2016 دي الزمالك كان بيلعب نهائي افريقيا قدام سان داونز وخسروا. شفت بقى، شفت الصدمه. الفرقه دي خسرت 6-0 من نادي البركان. الفرقه دي من حوالي شهرين كانت مركز تاسع، بقت مركز تالت. مش عارف تفرض سيطرتك عليهم في ملعبك. ده انت هناك في افريقيا كنت ماسك الملعب عن كده، لا عارف تفرض سيطرتك، ولا عارف تلعب، ولا عارف تعمل تغييرات، ولا عارف تهبب اي حاجه. هل زيزو هيأثر على الفريق اكتر من كده، ولا انا مش فاهم؟ حد يفهمني الدنيا ماشيه ازاي. والمطلوب مني ان انا اساند واقول كل الدعم والله يا كابتن ليبو. كل الدعم، كل الدعم يا كابتن احمد سليمان، كل الدعم. انتوا الفرقه وانتوا اللي هتعملوا الفريق يا جدع. ده أنا ايام مرتضى منصور انا كل اثنين وخميس كنت بلاقي عربيه نقل واخده لعيبه وجايبها النادي. اثنين وخميس بلاقي عربيه نقل جايبه اللعيبه. ده 2019 يا راجل، 2019 انت جايب صفقات يعني هي بالعقل، بالفلوس بقى القيمه التسويقيه تعدي المليار. تعدي المليار. انت جبتها ب 200 مليون، ب 200 مليون. انت جبت واحد زي عواد كان اغلى حارس في مصر، جبت واحد زي صبحي، جبت واحد زي مين تاني، ابو جبل. انت جبت الثلاثه دول مع بعض، والله الثلاثه دول مع بعض. صبحي، جبل، عواد، الثلاثه كانوا مع بعض. تمام. الثلاثه دول عملوا موسم حلو جدا، موسم يعني جميل جدا مع بعض. وجبت بن شرقي، وجبت ساسي، وكمان جبت مين، جبت مصطفى محمد، وكمان انت جبت لعيبه كتير، وعبد الشافي، وجبت. فكل دول جم مع بعض. انت دلوقتي بتجيب واحد وبتقول الله الله. نروح بقى للتقييمات بتاعت النهارده. محمد عواد، كابتن محمد عواد 2/10. نروح ناحية اليمين، كابتن عمر جابر. كابتن عمر جابر النهارده ما يعني ياخد 3/10. كابتن حسام عبد المجيد أقول 2/10. كابتن الونش 1/10. كابتن أحمد فتوح والله 0/10، وبديها لك من كل قلبي ومع الرأفة، من كل قلبي مع الرأفة. نص الملعب دونجا. لا والله المفروض يديني فلوس عشان نديله تقييم 0 حتى من 10. اديني فلوس عشان نديله تقييم 0/10. ده في كورتين ضيعهم ما يدعوش حتى من ايشو اللي انا بقول عليه ناقص كالسيوم وفيتامينات، ما يدعوش منه والله العظيم، ما يدعوا من ابدا. يا الفجر اللي انت فيه ده، يلا بقى الكورتين دول ضايع ازاي؟ ده الكورتين دول كان يخلص الزمالك يتأهل، مش يلعب ضربات لا يتأهل. عبد الله السعيد 5/10. قدام بقى ناحية اليمين كان بيلعب قدام ناحية الشمال كان بيلعب مصطفى شلبي. لا حياة لمن تنادي، والله لا حياة لمن تنادي. انا مش عارف ليه إدارة الزمالك ما خلتش شلبي ودونجا محبوسين في الامارات لغاية دلوقتي. انا بستوعب هو يعني قلبوا الدنيا وعملوا عفو رئاسي من دولة الامارات يعني. ليه ما كان يسيبوهم هناك موجودين؟ والله كنا زماننا بنلعب دلوقتي ببطولات تانية وبنكسب. كنا زماننا كسبنا الاهلي في سوبر مصري. ناحية اليمين والله انا نسيت مين اللي كان بيلعب ناحية اليمين، بس هو اكيد وحش يعني بالمستوى اللي احنا كنا نبقى. ناصر ماهر، ناصر ماهر ياخد 3/10 عشان بحبه بس. وقدام سيف الجزيري ياخد نفسه على مطار القاهرة ويروح على بلده. اشوفكم في فيديو جديد، وعلى الله الزمالك حاله ينصلح. سلام عليكم.